وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون آيس كريم بعدد من النكهات. رح أعمله بنكهة الشوكولاتة، الفراولة، البوز العربي، الأوريو، وأكيد ممكن تختاروا أنتوا النكهة اللي بتحبوها. إن شاء الله اليوم رح نشتغل الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وما رح تغلبكم بالشغل. تابعوها وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح نحضر للمهلبية. رح نحتاج لتر من الحليب السائل، أنا هون استخدمت المراعي. رح نحتاج كاس من حليب البودرة، طبعا مكون أساسي. رح نحتاج هون 3 ملاعق كبار من النشا، عندي هون معلقة النشا لازم تكون مليانة. رح نحتاج كمان هون 3/4 الكاس من السكر. وآخر إشي هون رح أحط معلقة صغيرة من الفانيلا. طبعا بحركهم على البارد حتى يذوب عندي الحليب. بعديها بحط الطنجرة على الغاز. الغاز عندي هون رح يكون في البداية على العالي. أول ما تشوفوا عندكم الخليط بلش يثقل بتوطوا الغاز وتستمر في التحريك حتى ما يكبتل معكم. ورح أتركه هون يغلي تقريبا مدة دقيقتين، بعديها بطفي الغاز. طبعا على طول هون رح أشيل الطنجرة ورح أنزل الخليط بالمصفاي. لازم يكون عندنا الخليط ناعم تماما، ما في أي إشي من التكتلات. طبعا هاي الخطوة كثير مهمة. هلا هون رح أغطي بكيس تغليف الطعام، طبعا حتى ما تتشكل معي طبقة. بترك الصحن يبرد بدرجة حرارة المطبخ وبداخله الثلاجة. بالنسبة للنكهات زي ما حكيت لكم رح نعمل بنكهة الشوكولاتة. أنا هون استخدمت 150 جرام من الشوكولاتة الدارك. دخلت الميكروويف 30 ثانية، طلعتها، رجعت قلبتها حتى ذابت معي كثير منيح. يعني دخلت الصحن هون مرتين الميكروويف، وأكيد ممكن تذوبوها على حمام مائي. بالنسبة للفراولة هون استخدمت كاس من الفراولة المجمدة، طحنتها. طبعا هون رح أرجع أنعمها مع الكريمة، لازم تكون معي ناعمة كثير منيح. بالنسبة للكريمة هون رح نحتاج كاس من الحليب السائل، طبعا عنا لازم يكون بارد. أنا هون دخلته الفريزر. رح نحتاج نص كاس من حليب البودرة، ورح نحتاج كمان هون كاس من الكريمة البودرة. ورح أستخدم هون 3/4 الكاس من السكر البودرة، طبعا لازم تستخدموا سكر بودرة. باستخدام المشبك بخلطهم في البداية على سرعة واطية، بعديها بنعلي السرعة شوي شوي حتى يتكاثف معي الخليط. أول ما أشوف عند الخليط هون صار كثيف رح أحط معلقة صغيرة من بودرة السحلب. طبعا اختياري، هاي الخطوة هي بتعطي مطة خفيفة للآيس كريم. هيك عندي القوام كثير ممتاز. هلا هون رح أخذ معلقتين كبار من الكريمة وأحطهم مع الفراولة حتى أنعم الفراولة. بعديها هون رح أرجع أخفقها شوي تقريبا مدة دقيقة وحتى أنزل المهلبية. بالنسبة للمهلبية عنا هون شرط أساسي، لازم تكون عنا باردة تماما. أنا هون دخلت الثلاجة تقريبا مدة 4 ساعات. الكريمة عنا باردة، المهلبية لازم تكون عنا باردة حتى ناخذ القوام الناعم. يعني لما تيجي تمسكوا الصحن لازم يكون عندكم الصحن بارد. رح أرجع هون أنعم الفراولة بالكريمة. لازم تكون عنا هون الفراولة ناعمة كثير منيح قبل ما تنزلوا عليها خليط الآيس كريم حتى إنها ما تثلج معكم. طبعا كاس من الفراولة حطيت قدامه كاستين من خليط الكريمة. نسبة الكريمة لازم تكون أكثر من خليط الفراولة. حطيت هون نكهة الفراولة تعزيز للنكهة باستخدام خلاط الكيك، خفقتهم كثير منيح. ورجعت هون حطيت ملون طعام حتى يعطي اللون الحلو للآيس كريم، تقريبا نص معلقة صغيرة، أقل من نص معلقة صغيرة. هيك عندي الخليط ممتاز. هلا هون رح أنزله في علبة. طبعا العلبة اللي بتحطوا فيها الآيس كريم لازم تتحمل برودة الفريزر. النكهة الثانية طبعا هون رح أعملها بنكهة الشوكولاتة. حطيت تقريبا 3 كاسات من الكريمة. بالنسبة للشوكولاتة هون لازم تكون عنا بدرجة حرارة المطبخ، فعشان هيك لازم تشتغلوها في البداية حتى إنها تبرد شوي معكم. ما تنزلوا الشوكولاتة سخنة فوق الكريمة حتى إنها ما تبرغل معكم، فاشتغلوها أول خطوة. طبعا بخفقهم كثير منيح. لاحظوا عنا لمعة الخليط ونعومته. بنزل الأطراف وبنزلهم في علبة. على الوجه هون رشيت البسكوت المقرمش، طبعا اختياري بيعطي نكهة كثير طيبة. بالنسبة للأوريو نفس الشيء، حطيت هون تقريبا كاستين من الكريمة. بسكوت الأوريو اختياري، ممكن تختاروا النكهة اللي انتم بدكم إياها، ممكن تختاروا البسكوت العادي، بسكوت اللوتس، حسب المتوفر عندكم. نفس الشيء هون زينت الوجه ببسكوت الأوريو. هيك عندي طبعا العلبة جاهزة. آخر إشي الكمية اللي ظلت معي رح أعملها بنكهة البوظة العربية. طبعا هاي النكهة اللي أنا بحبها. نزلت الأطراف، حطيت شوي من الفستق المطحون، وحطيت هون كمان المستكة. استخدمت المستكة السائلة، حطيت نقطتين، ما تكثروا حتى إنها ما تعطيكم الطعم المر. قلبتهم ونزلتهم في علبة. طبعا زي ما حكيت لكم أهم شيء العلبة إنها تتحمل برودة الفريزر حتى إنها ما تتكسر معكم.
هيك عندي طبعا النكهات صارت جاهزة، رح أغطي العلب وراح أدخلهم الفريزر. طبعا هون دخلتهم الفريزر طول الليل، الأفضل تتركوهم طول الليل حتى يجمدوا معكم كثير منيح. هيك عندي ثاني يوم طبعا بعد ما طلعتهم من الفريزر تركتهم شوي يفكوا بدرجة حرارة المطبخ، بعديها قدمتهم. ما شاء الله الطعم جدا رائع. طبعا هاي الوصفة حاولت اني ما استخدم فيها الكريم السائلة، وكمان ما استخدم فيها الحليب المكثف المحلى، انه تكون تقريبا المكونات متوفرة عندكم في البيت. جربوا الوصفة واعطوني رأيكم فيها. زي ما حكيت لكم ممكن تختاروا النكهات اللي انتم بدكم اياها وتقدموها بالطريقة اللي انتم بدكم اياها. وهاي وصفتنا لليوم، بتمنى انها عجبتكم، بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم. اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.